فبيحاولوا يعوضوا ده بأذية غيرهم. عمرنا ما كنا مجتمع كامل، لكن عمرنا برضو ما كنا مؤذيين بالشكل ده. ليه بقى في متعة في جرح الناس؟ وليه التنمر والإهانة بقت أسلوب حياة عند ناس كتير؟ هل كل واحد فينا جواه شخص مؤذي من غير ما يحس؟ الحقيقة اللي محدش عارفها هتصدمك. ليه نسبة التنمر والعنف اللفظي زادت بشكل مرعب؟ بسبب السوشيال ميديا اللي خلت أي حد يقدر يهين غيره وهو مستخبي ورا الشاشة. ليه الناس بقت بتستمتع بإحراج غيرها قدام الجميع؟ لأن ده بيزود إحساسهم بالقوة والسيطرة ويخليهم يحسوا إنهم أحسن من غيرهم. طب إيه علاقة القطيع بالموضوع؟ لما نشوف حد بيتعرض للأذى بنتأثر بتصرفات الناس اللي حوالينا، ولو الكل ساكت بنسكت إحنا كمان. وإيه هي العدوى العاطفية؟ هي إن الناس بتتأثر بالمحيط اللي حواليها، ولو المجتمع كله سلبي الإنسان بيتحول سلبي من غير ما يحس. وليه بعض الناس بتأذي غيرها بدون سبب؟ لأنهم اتعرضوا لأذى قبل كده أو اتحرموا من الحب والاهتمام، فبيحاولوا يعوضوا ده بأذية غيرهم. طب إيه علاقة الإهانة بالقوة؟ بعض الناس بيلاقوا إن المتعة في السيطرة على غيرهم، وبيشوفوا إن الإهانة دليل على القوة. العلماء كمان اكتشفوا إن في ناس عندهم خلل في جزء من المخ بيخليهم ما يحسوش بتأنيب الضمير. وإزاي الشخص اللي بيتعرض للتنمر ممكن يتحول لشخص مؤذي؟ لأنه بيحس إنه ضعيف، ولما بتجيله الفرصة بيتحكم في حد أضعف منه وبيكرر نفس اللي اتعمل فيه. ويا ترى إيه نظرية الإحباط والعدوان؟ النظرية بتقول إن أي شخص محبط ومش قادر يواجه المشكلة ممكن يحول غضبه ناحية شخص تاني. وليه بعض الموظفين بيتحولوا لمديرين متسلطين؟ لأنهم اتعرضوا للضغط زمان فبيبدأوا يستخدموا نفس الأساليب لما بيبقوا في موقع قوة. وفي كمان 80% من الناس اتعرضوا لشخص مؤذي في حياتهم، وبعضهم بيتحول لنفس الشخصية من غير ما يحس. طب تقدر تعرف الشخص المؤذي؟ دايما بيستخدم 3 أساليب. 1 الإهانة الغير مباشرة، السخرية أو التقليل منك قدام الناس. 2 التلاعب النفسي، يخليك تحس إن المشكلة فيك رغم إنك الضحية. 3 العنف العاطفي، يعاقبك بالصمت أو بالضغط العاطفي علشان تخضع لرغباته. إزاي ما تخليش كلامهم يأثر عليك؟ في 3 طرق نفسية. 1 افصل مشاعرك عن كلامهم، مش كل رأي سلبي معناه إنك عندك مشكلة. 2 خد خطوة للخلف، حلل الموقف بموضوعية بدل ما تنفعل. 3 اعرف حدودك، لو شخص بيأذيك مش لازم تكمل العلاقة. وإمتى تبعد عن الناس السامة؟ لما تلاقي نفسك دايما مضغوط ومهما عملت مش قادر ترضيهم، يبقى الحل إنك تقطع علاقتك بيهم نهائيا. الأذى مش دايما بيكون بالإيد، ساعات كلمة صغيرة ممكن تدمر شخص بالكامل. قبل ما تؤذي حد بالكلام اسأل نفسك، هل أنا بعمل كده علشان فعلا هو يستاهل، ولا لأني أنا نفسي شخص مؤذي ومش واخد بالي؟